صباح الخير. لسه جاي صح؟ انا واحد زيكم نايم، حاولت افوق وانا جاي في الطريق. طيب شكرا طبعا نانسي على الانترودكشن الحلوه دي. الحقيقه حاسبات حلوان ليهم معايا اكسبيرينس خاصه يعني. كنت اعرف تيم كتير قوي من حاسبات حلوان ايام ما كنا بنشتغل في الاي دي، كنا بنشتغل كل سنه في الاربع ايام بتوع الاي دي دي نيجاتيف 1 و 0 و 1 و 2. هكلمكم عنهم برضه. حابب الاول بس اعرفكم عن نفسي. انا اسمي عبد الحميد وائل. انا الاي تريبل اي يانج بروفيشنال سكرتري لغايه اخر السنه دي، وان شاء الله الفايس تشيرمان بتاع السنتين الجايين 2024 و 2025. انا تقريبا يعني عندي اكسبيرينس مش كتير قوي في الاي تريبل اي، تقريبا دي السنه ال 11 او ال 12 حاجه كده. علي صوتي. لو انا اتكلمت من غير مايك هتسمعوني احسن؟ فما عنديش اكسبيرينس كتير قوي يعني، تقريبا 11 سنه 12 سنه. بعد 10 سنين بطلت اعيش بصراحه. انا one of the co-founders of IEEE مصر، جامعه مصر علوم التكنولوجيا. البرانش بتاعنا عملنا له فاونديشن في 2011. شاركت في شويه ايفنتس كده كبيره. الحقيقه ان IEEE كانت تيرنينج بوينت في حياتي، فرقت معايا، غيرت لي كارير حياتي. دي حقيقه. انا كوميونيكيشن انجينير 2014. اشتركت في شويه ايفنتس زي ما قلت لكم ليها علاقه بالاي تريبل اي وحاجات ثانيه بره الاي تريبل اي. الاي تريبل اي طبعا في الاي دي وناسا وايفنتس ثانيه. بره الاي تريبل اي حاجات فتحت لي سكه في ايفنتس ثانيه مالهاش علاقه بالاي تريبل اي، زي بطوله افريقيا 2019 بتاعت الكبار لو حد فاكرها. مهرجان الجونه مثلا، مهرجان القاهره. ايفنت زي حياه كريمه، حاجات مالهاش علاقه بالاي تريبل اي، بس هي كانت الاي تريبل اي جزء ان هي تفتح لك تراك او تفتح لك كارير في انك تروح ايفنتس ثانيه، تشوف حاجات ثانيه، تتعامل مع ناس ثانيه، تاخد اكسبيرينس ثانيه. الاهم من ده كله ان انت بتاخد نتورك وكونكشنز في حته ثانيه هتفيدك في مختلف المجالات. ممكن الاول اقول لكم كده بس البورد بتاعنا اللي هو لغايه اخر السنه دي. معانا دكتور محمد سعيد، هو دكتور في جامعه النيل وهو التشيرمان بتاع اليانج بروفيشنال، والباشمهندس معتز علاء هو الفايس تشيرمان. هو مهندس في شركه شاكر، وهو باي ذا واي هو التشيرمان بتاع السنتين الجايين ان شاء الله، وانا السكرتري. ومعانا دكتور مينار دكتوره في الجي سي، هي التريجرر بتاعنا. السنه الجايه ان شاء الله هيبقى معتز التشيرمان وانا الفايس، ومعانا دكتوره جهاد السكرتري ودكتوره سمر التريجرر. طيب خليني الاول نتعرف عن احنا الايفنت بتاعنا بتاع اي تريبل اي اصلا، فانا مش هينفع اجي اتكلم عن حاجات ثانيه بره الاي تريبل اي، اكيد هنتطرق ليها، بس اهم حاجه الاول نعرف ايه هي الايفنتس بتاعت اي تريبل اي. دايما اول سؤال بتساله يا باشمهندس هو احنا ازاي نجوين اليانج بروفيشنال اصلا؟ يعني ايه اليانج بروفيشنال؟ اليانج بروفيشنال التعريف بتاعها تبع اي تريبل اي. حد عنده فكره ايه هو اليانج بروفيشنال او معناها ايه؟ لا نصحى يا شباب، محدش قرا حاجه عن يانج بروفيشنال وقعت قدامه كده واي بي قولي. يانج بروفيشنالز بعد ما بتخلص الكليه وكده مش هنبقى قادرين ان احنا نكمل فيها كستودنت اكتيفيتي كطلاب، فبقى دي اللي هو بعد ما نتخرج بقى. بالظبط. حد عنده اضافه تاني ممكن يقولها؟ حتى لو الشباب الفولنتيرز معانا. طيب اليانج بروفيشنال هو ان انت بعد ما بتخلص جامعه او بعد ما انت خلاص بتبقى جرادويتد وانت بتبقى عايز تكمل سواء في الاي تريبل اي نفسها، فانت كده بتبقى يانج بروفيشنال، او حابب تكمل في الايفنتس. يعني ما شاء الله الشباب اللي لابسين تي شيرت ازرق بتوع الستودنت برانش دول اللي بينظموا، في منهم ناس سينيور بعد ما يتخرج السنه الجايه هيبقى يانج بروفيشنال، ان هو يقدر يشارك في الايفنتس بتاعت يانج بروفيشنال ويبقى خلاص هو بقى يانج بروفيشنال اللي هو يعني خلاص خلص جامعه وبيقدر يشارك في الايفنتس. طب عندي سؤال، هل ممكن حد يبقى يانج بروفيشنال وهو لسه شغال وهو لسه بيدرس في الجامعه؟ اكيد. ما فكرتوش الناس كده، الناس نامت خالص. حد طيب يعرف حد يشتغل في اليانج بروفيشنال او يعني فولنتيري في اليانج بروفيشنال وهو لسه بيدرس جامعه؟ اقول مين؟ مين؟ ايفنت ايه؟ ايفنت ايه؟
بنت ايه؟ اوكي عايز لا هو شغال بس هم بس ات ذا سيم تايم انت فولنتير في الستودنت برانش بتشتغل مع السايك. طيب حد شاف اي لوجو من اللوجوز دي قبل كده؟ قول. بالظبط البوت كامب بتاع ناس سبيس اب كان اسبوعين. طيب شباب الاتنديز انتوا كلكم طلبه في جامعه؟ جامعه حلوان ولا جامعات ثانيه؟ كم واحد جامعه حلوان يرفع ايده؟ حاسبات او حلوان؟ ما شاء الله. طب كم واحد في جامعه ثانيه بره حلوان؟ جامعه ايه؟ حاسبات عين شمس. تمام. مين تاني؟ حاسبات القاهره. اوكي. ايه؟ جلاله؟ يا باشا ربنا يعينك. مشوار. مين تاني؟ اتفضل. هندسه القاهره عبد الرحمن محمد. ايه؟ معلش مش سامع. HICS اوكي. حضرتك؟ هندسه القاهره برضه اوكي. في اي جامعات تانيه ما قلناش؟ طنطا؟ النهضه؟ اوكي. اتفضلي. CIC اوكي. زايد ولا التجمع؟ التجمع اوكي. اتفضل. ايه؟ MTI اوكي. الايه؟ مودرن اكاديمي اوكي. طب حلو. بس انا ملاحظ ان في اقبال تاريخي النهارده كله سياسي. الناس بتوع هندسه دول جايين غلط وغالبا يبقوا كمبيوتر ساينس او حاجه كده صح؟ حسيت مفيش حد هنا كوميونيكيشن خالص؟ الحمد لله على السلامه. حسيت ان انا غريب يا جماعه. ايه؟ بايو ميديكال؟ طب حلو برضه مننا وعلينا يعني ناخد كورسز مع بعض اول سنتين كده. طيب الناس كده بدات تفوق شويه. ما حدش شاف اي حاجه من دول خالص؟ اي ايفنت من دول يعني ما شفتش اللوجو بتاعه على الفيسبوك على اي حاجه سمعت اسمه قبل كده؟ مين نانسي يا جماعه؟ واضح ان نانسي مقصره في السوشيال ميديا. اتفضل. تمام حضرته؟ ممكن ان شاء الله المره الجايه. حتى عارف انت اتفضلي. ناس سبيس ابس تمام. اتفضل. ناس سبيس ابس. مين تاني؟ VP اوكي. حد شارك في اي تراك من التراكس بتاعت VP السنه دي؟ تراك ايه؟ انتربرينور شيب. طب استفدت؟ طيب هو نايمين خالص انتوا مش معانا اول ضغط لسه عايز النسكافيه معانا. طيب بصوا يا شباب علشان ما نطولش البرزنتيشن عندنا مش طويله بس هديكم بريف سريع كده. عندنا اول بروجرام اسمه VP Empowerment Program Volunteer Empowerment Program. جينا من 3 سنين كده كان الفايس تشيرمان بتاع الواي بي زياد دياب حس ان احنا خرجنا من بعد الكورونا والبانديميك ناس نسيت شويه الفولنتيرنج ورك او نسيت الايفنتس الاون جراوند. فقلنا لا زياد قال خلاص ممكن نعمل بروجرام ينهانس السكيلز بتاعه الفولنتيرز وفي نفس الوقت ينهانس السكيلز بتاعت الناس من بره. فولنتير امباورمنت بروجرام هو فيه تراكس مجموعه تراكس فيها تراك تكنيكال فيها تراكس سوفت سكيلز. انا اديت سيشن سوفت سكيلز السنه اللي فاتت اوكي علشان نحاول نطور الناس عندنا. وطبعا ون اوف اور ميجا ايفنتس هو ناسا سبيس اب كايرو هو بيتعمل السنه دي. البوت كامب كان اسبوعين زي ما انت قلتي بالظبط. الايفنت هيبقى 5 و6 اكتوبر في الاي سي. هو ون اوف ذا سترونجست ناسا سبيس ابس على مستوى العالم. هو رانكد بياخد رانكينج على مستوى العالم بعدد البارتيسيبنتس وعدد الوينرز والجلوبال وينرز. هو بيتعمل في الاي سي. هو بيبقى نظام ان فيه تشالنجز ناسا بتنزلها وانتم بتقدروا تخشوا تابلايوا وتخشوا البوت كامب بيبقى قبل الايفنت تقريبا باسبوعين او بثلاثه وتعرفوا البروسيس ازاي والجادجنج والكومبيتيشن. وبعد كده بيبقى الايفنت نفسه بيبقى هاكاثون 48 اورز بيبقى قاعدين مع بعض 48 ساعه. اللي حابب بيروح وبيرجع اوكي. بنشتغل على الهاكاثون بتاعنا او التشالنج بتاعنا وفي اخر اليومين بيبقى فيه زي بانلز كده او لجنه الناس تقدر تحكم الايفنت التشالنج بتاعتك ده فيه ايه وكومبير بايه لزمايلك. طبعا ده بيبقى اكسبيرينس ثانيه خالص ان انت ان الفولنتيرز والاودينس او
الاتنdees والبارتيسبنتس قاعدين مع بعض لمده 48 ساعه، فعلا الناس ممكن في volunteers كتير قوي ما بيناموش، مقابل ان هم في الاخر اليومين انت تبقى خارج مبسوط وساتسفايد من الكومبيتيشن، ولو خدت برايز وبقيت جلوبال وينر. عندنا ايفنت ام اي زي ما الباشمهندس قال. هو ام اي اصلا حد يعرف يعني ايه ام اي؟ او يغشها باللوجو ده؟ عندك ميدل يوزر. برافو عليك، ميدل يوزر. سهل صح؟ طيب ام اي هي طلعت في مصر، هي كومبيتيشن دي بقالها سنين. فكرتها ان احنا نحاول ندور على التشالنجز بتاعتنا لوكال بتاعت مصر وازاي نلاقي حلول ليها، ولو حد عنده في الجرادويشن بروجكت بتاعه بيحل مشكله او بيحل حاجه ممكن تبقى تشالنج من اللوكال تشالنجز بيقدر يخش فيها. وزي ما الباشمهندس قال هي كانت موجوده من تقريبا شهر او شهر ونص، الايفنت كان موجود في الاي سي. طيب هنزل اللي بعديه فيوتشر سيتي. انا اي داوت ان انتوا كلكم مثلا اول واحد هيتخرج السنه دي ما سمعش عن فيوتشر سيتي. حد سمع حاجه اسمها فيوتشر سيتي قبل كده؟ مفيش حد؟ طيب زي الاي تريبل اي بتساعد المهندسين اللي هم قربوا يتخرجوا او اللي اتخرج او اللي لسه بيدرس في الجامعه، كان لازم يبقى لينا دور ان احنا نشوف الطلبه بتوع المدارس. فهو فيوتشر سيتي هو مينلي بروجرام بيتارجت الشباب اللي لسه في المدرسه، الشباب اللي لسه صغيرين. فيوتشر سيتي يعني مدينه المستقبل، بيبقى عنده كومبيتيشن كده بسيط على قده، بياخد تريننج، بيتعمل له زي سيميوليتر، شايف مدينه المستقبل بتاعته عامله ازاي. وعلى فكره باي ذا واي الكومبيتيشن دي جلوبالي، هي بس طبعا بقى لها كام سنه لسه واقفه، فاحنا ان شاء الله بنحاول ان احنا ان شاء الله من السنه الجايه نبدا نرجعها تاني في المدارس. طيب اللوجو اللي على اليمين خالص شايفينه؟ حد شايفه؟ اي مش باين؟ اي اس تي بي. برافو. طب حد يقدر يجس اختار ايه؟ طب انا عايز اسال سؤال، في حد هنا اي تريبل اي ممبر؟ عامل ممبرشيب بقالك كام سنه؟ ايه؟ اول سمستر؟ طيب في حد تاني؟ طيب في ايفنت بيتعمل على مستوى الريجنز، يعني لو انتوا عارفين، حد يعرف طيب مصر محطوطه في الريجن رقم كام؟ قولي. تقريبا 8. ريجن 8، برافو عليك. طب عارفه مين معانا في ريجن 8؟ الحاجات اللي في افريقيا تقريبا. اوكي، افريكا ويوروب. ايه؟ هي بتقول يوروب، انا مش فاكره غير بالظبط، افريقيا. يوروب وافريكا وميدل ايست. اس واي بي كان موجود في تونس، فالشباب الناس على مستوى الريجن كله بيجوا تونس وبيقعدوا مع بعض وبيشيروا اكسبيرينس. قال لك طب واي نوت نعمله لوكالي؟ نعمله لوكالي ازاي؟ خلينا ايجيبشن ستودنت، خلينا بروفيشنال كونجرس. قابلت شباب من كل الجامعات، كنا قاعدين 4 ايام تقريبا او 3 ايام في الاكاديميه البحريه في اسكندريه، كان مفتوح لكل الناس. طيب اللوجو اللي في النص حد شافه قبل كده؟ اتفضلي. حد شايف اللوجو اللي في النص ده قبل كده؟ طيب هقول لكم على حاجه اكسكلوسيف ليكم لسه محدش هيعرفها. ستاب ده ايفنت بيتعمل بقاله سنتين، ده ايفنت جلوبال مع اي تريبل اي. احنا بنهوست واحد هنا في مصر، هو موست بروبلي بيبقى تكنيكال اكتر وليه علاقه بالتكنولوجيز اللي موجوده. عملنا واحد السنه اللي فاتت، بتاع السنه دي هيتعمل 11 لسه الانونس ما نزلتش، فدي حاجه اكسكلوسيف ليكم والاف سي اي اتش ان الايفنت هيبقى موجود 11 يوم 11 ان شاء الله في جامعه في العاصمه. هيبقى فيه ترانسبورتيشن اكيد، ومش شرط ان انت تكون اي تريبل اي ممبر عشان تحضر الايفنت، ممكن تابلاي. طيب اخر يوم الهندسه المصري، حد سمع عنه؟ سمعت ايه؟ قول لي. طيب ما شاء الله. حد تاني؟ طيب هو يوم الهندسه المصري ده يا شباب فكرته ان احنا نعمل يومين نجيب كل مهندسين مصر اللي نقدر عليهم بكل التكنولوجيز الجديده بكل السبونسرز، وندي تكنيكال سيشنز بحيث ان احنا نقرب الجاب اقصى حاجه ممكنه ما بين الستودنتس او السينيورز اللي لسه هيتخرجوا وبين الناس اللي اتخرجت والناس اللي عندها اكسبيرينس في الانتربرايز. فهو يوم الهندسه المصري ده وان اوف ذا ميجا ايفنتس اوف الاي تريبل اي. انا نفسي بشارك في يوم الهندسه المصري ده من 2012،
هو ان شاء الله هيتيك بليس، ان شاء الله هيتعمل في اخر شهر 11 الجاي ان شاء الله، وفي اناونسمنت جايه. باي ذا واي يوم الهندسه المصري هو الايفنت اللي لسه هيكون فولنتيرز، لسه هيكون متطوعين. انتوا لو حابين ان انتوا تشاركوا كيب يور اي على السوشيال ميديا هتلاقوا الايفنت موجود. دول كانوا البروجرامز بتاعت الاي تريبل اي. البروجرامز دي بتتعمل كل سنه وبنزود عليها. طيب بس احنا عندنا ايفنتس ثانيه بنعملها، بنعمل كوبريشنز مع شركات او كوبريشنز مع سوسايتي. حد يعرف يعني ايه اي تريبل اي سوسايتي؟ هو انا بقول انفورميشن كتير وانت زيتوا صح؟ طب ما زيتوش؟ مفيش صح؟ زيتوا ولا زيتوش؟ مفيش حد كده شجاع يقول لي زهقنا لغايه الصبح؟ زيت صح؟ زيت؟ طب عموما دي اخر سلايد بجد يعني. طيب ده كولابوريشن وفي كل الكلام ده. اي تريبل اي من جوه عندها سوسايتي بي اس دي للباور كاست للسيركل للكمبيوتر. عندنا في كل سوسايتي او عندنا في الاي تريبل اي سوسايتي لكل ديبارتمنت تقريبا او اي. اوكي حد عارف؟ دي عامله ممبرشيب. من ضمن الحاجات الاتشيفمنتس بتاعتنا كانت السنه السنه اللي فاتت هو ريجن 8 ميتنج اللي احنا استضفناه هنا في مصر. هو زي ما قلت لكم ريجن 8 ميتنج بيتعمل كل سنه في حته في الريجن، فاحنا استضفناه في مصر السنه اللي فاتت. وفي نورث افريكان اس واي بي، حد شارك في نورث افريكان او سمع عنه؟ هو لسه خلصان تقريبا من شهرين. ده نورث افريكان ستودنت الاين بروفيشنال كونجرس، ده كان اول مره يجي هنا في مصر، وكان في اتنديز كتير جدا منهم السي اي او بتاع اي تريبل اي جلوبال اللي في امريكا موجود، وريجن اي دايركتور. بعد كده الانترناشونال مايكرويف انتنا، ده كان ايفنت معمول في اسكندريه. وبعد كده في اخر حاجه عملناها اللي هو اليسس، ده اللي هي بروفيشنال ميت اب. ده كان في اليسس دي كومبيتيشن بتعمل في ريجن 10 اللي هي في الهند، احنا استضفناها هنا في مصر الاكاديميه العربيه في اسكندريه استضافتها، واحنا عملنا اون سايت حاجه اسمها ميت اب، ده بيبقى تكنيكال سيشن. واخر حاجه انا ما لحقتش احطها في البرزنتيشن لسه خلصانه امبارح او امبارح، تيك توكس، ده تكنيكال توكس مع ديل كانت معموله في الاي سي. طيب حد استفاد اي حاجه من اللي انا قلته؟ ما حدش استفاد اي حاجه؟ طب حد فكر يعمل ممبرشيب لاي تريبل اي؟ $13 انا عارف ان هي غاليه. حد تاني؟ ممبرشيب 6 خليج خلاص بقت اوسكار. طيب في حد يعني كان نفسي سؤال حد يساله لي، ايه علاقه اللي انت بتقوله ده بالتوك بتاعت الفولنتير؟ حد يعرف؟ طب يا شباب لا انتراكتوا معايا. طيب حد يعرف ايه علاقه اللي انا بقوله ده بالفولنتير؟ تعرف؟ خالص؟ طب حد ممكن يربط ده بالفولنتيرنج؟ ايه؟ تمام. والله يا جماعه لو قلت لنانسي بلاش السيشن بتاعتي في اول سيشن الناس هتنام ازاي ما تصدقنيش. طيب حد يعرف ايه فولنتيرنج اصلا؟ يا فاطين اصحى. اصحى فاطين. اتفضل. تطوع. طب يعني ايه تطوع؟ اتفضل. هو بيبقى فيه مقابل. اقول لك المقابل ايه؟ بس تمام. ماشي مين تاني؟ يا فضيل قول لي. انت طوع. حظك قعدت في الاول وانا لمحتك وهو مش صحيح. ايه التطور؟ هو الفضيل بس ماشي كمل انت الحق. قول. اصلا؟ ايه التطور؟ طيب كم واحد متطوع او شارك في اعمال تطوعي ايا كان ايه هو؟ حلو. ممكن كده نقول حد شارك في اي ايفنت تبع اي تريبل اي؟ تمام. حد شارك في اي حاجه ليها علاقه بالكوميونتي؟
رساله بقى، الحاجات دي. تمام. حد شارك في اي ايفنت رياضي، اي كومبيتيشنز اللي احنا بقينا بنستضيفها بقالنا كتير مؤخرا؟ حلو. طب حد يقدر يقول من الناس اللي شاركت دي 3 حاجات هو استفادهم من العمل التطوعي؟ حد؟ طب تمام. ايه؟ تيم وورك، كونكشنز، سوفت سكيلز. شركه ثانيه ما قلناش؟ طيب انا عايز اسالك سؤال. علشان تشتغل في الشركه دي، احنا قاعدين تقريبا في الروم حوالي 300 واحد فور اكزامبل. الشركه دي هتاخدك انت من غير ال 300 ليه؟ بالظبط، انت في حاجه سبيسيفيك فيها هم عايزين ياخدوك غير ال 300. طيب كم واحد اشتغل على نفسه علشان يتاخد يبقى واحد من ال 300؟ اتفضل. تمام. طب سؤال، كم واحد هنا نزل انترنشيب في اي سنه من السنين؟ فين؟ لا كل واحد يقول بصوت عالي، نزلت في كذا كذا. فين؟ ليفل. انت لسه قريب، ليفل لسه بلاش كتير. اوكي. اي تي اي؟ اوكي. حد تاني نزل انترنشيبس؟ اتفضلي. اورنج. بزنس سيرفيس ولا اورنج ايجنت؟ اوكي بزنس سيرفيس. طيب ايه علاقه ده بالسيشن اللي انت حاططها بالتوبيك اصلا بتاع البرزنتيشن؟ طيب بصوا يا شباب، الفولنتيرنج ورك او العمل التطوعي تقريبا كل اللي انتوا بتدوه ميكس في بعض. يعني ان انا بتبرع او بزكي بوقتي وبمجهودي وبالنولج بتاعتي ان انا افيد ناس. في المقابل ده انا بجيب حاجات كتير قوي، بجين كونكشنز، بجين اكسبيرينس، بجين تايم مانجمنت، بجين ان انا اتعلم سكيلز جديده سواء سوفت سكيلز، بزنس سكيلز. بزنس ايه اللي انت بتقوله ده يعني؟ بزنس ايه؟ احنا فولنتير؟ لا بزنس. انت لما تيجي تشتغل في تيم وتبقى اتش ار ومطلوب منك تبعت ميلز للناس كلها، هتبعته ازاي؟ ما ينفعش تبعته زي ما بتبعت الشات. لا، في حاجه اسمها بزنس انجلش، فانت هتضطر ان انت تعرف يعني ايه تبعت بزنس ايميل. انت كده اتعلمت بزنس. طب انت لما تيجي تقف هنا مكاني مثلا وتبقى عايز تعمل برزنتيشن، فانت هتبريبير البرزنتيشن، فانت كده بتتعلم حاجات بزنس. هي البرزنتيشن هتفيدك؟ هتفيدك. ان انت تبقى تيم ليدر وتيم ورك. يعني ايه تيم ورك؟ يعني احنا كلنا نشتغل مع بعض تيم واحد. طب يعني ايه تيم ليدر؟ حد يعرف الفرق بين الليدر والبوس؟ او الليدر والمانجر؟ اتفضل. كشخص، ودايما بيدي اوردرز، ودايما بيبليم التيم على اي ميستيك حتى لو الميستيك دي بتاعته هو. وما بيفرقش معاه مين في التيم، ومش بيبوش اي حد في التيم ان هو يكمل. اوكي؟ ده الجزء بتاع التيم ورك. طيب انا قلت او البايو بتاعتي كان فيها ان انا سينيور اكونت بروجكت مانجر، وقلت لكم في اول البرزنتيشن ان اي دي بي دي كانت تيرنينج بوينت بالنسبه لي. التيرنينج بوينت ان انا كنت تكنيكال كوميونيكيشن انجينير، شاطر، بس كنت ليزي شويه، ما بحضرش محاضرات كتير، ما بكتبش اللكتشرز واقعد اصورها في الاخر. كنت ببقى فاهم وكي تمام، بس دايما عندي شغف وشايف ان انا عندي سكيل او عندي حاجه ثانيه ممكن اخرجها. عندي طاقه في حاجه ثانيه. ايه هي الطاقه دي؟ ان انا لما جينا عملنا فاونديشن البرانش انا كنت الاتش ار ليد. فمفيش حد اتعلم منه يعني ايه يبقى اتش ار، لدرجه ان انا كنت بروح الانترفيوز بتاعت السمر كورسز بتاعت الشركات منها فودافون وشركات ثانيه عشان اتعلم هم بيعملوا ايه في الانترفيو، عشان اعرف اعمل ايه لما اجي اعمل انترفيو لاي فولنتير داخل معانا، وازاي ان انا اختار الفولنتير اللي فعلا جاي يشتغل مش جاي يضيع وقت او جاي يهزر. الفولنتير ورك فيه هزار وتهريج وفيه ميموريز حلوه، بس في حد بيبقى داخل هو اصلا داخل يهزر، داخل يضيع وقت، في حد داخل عايز يشتغل.
لدرجه ان انا دخلت في سكه السيكولوجي وبدات اقرا في حاجات ليها علاقه بالسيكولوجي عشان اعرف اعمل اناليسيس للشخص اللي قدامي، من لبسه، من كلامه، من البنات طبعا، من الاكسسوارز، من الولاد، من الساعه، ومن الحاجات دي كلها. يعني انت عملت كده من كتر ما انا شايف ان انا عندي شغف في حته ثانيه، لا واي نوت ان انا افتح الشغف ده في اريا ثانيه جديده، ان انا اقعد اذاكر حاجات ليها علاقه بالسيكولوجي. بعد كده لقيت نفسي داخل في مجال انا ممكن اقف اتكلم، ممكن اقف اعمل برزنتيشن زي ما الباشمهندسه قالت، ممكن تكسر الرهبه. طب خلاص انا كده اشتغل سيلز، بس انا عندي ميزه، انا راجل تكنيكال، فانا مش بس ان انا تكنيكال، لا انا تكنيكال وسيلز، انا ممكن اشتغل سيلز للحاجات التكنيكال، الحاجات اللي اوريدي انا مذاكرها في الكليه وباخد كورسات جديده واب تو ديت. مع الوقت بقيت خلاص بروجكت مانجر. حد يعرف يعني ايه بروجكت مانجر؟ حد يعرف يعني ايه بروجكت مانجر؟ اتفضل. تمام، قربت. حد يعرف تاني يعني ايه بروجكت مانجر؟ طيب بروجكت مانجر يا شباب يعني مدير مشروع. يعني ايه مدير مشروع؟ يعني حاجه شبه اللي الباشمهندس قالها، يعني انا عندي بروجكت كبير بتعامل مع اكتر من شخص، بتعامل مع حاجه اسمها ستيك هولدرز، بتعامل مع تكنيكال تيم، بتعامل مع كونسلتنت، بتعامل هو اللي بيكوميونيكيت الناس دي ببعضها. هو اكتر واحد فاهم ازاي يكوميونيكيت اللوب دي وازاي يشتغل معاهم في التيم وورك، ولو في حد عنده مشكله يقدر يحلها له. طيب ده كده باختصارا للفولنتيرنج وورك. طبعا تلات ارباع الناس نايمه. سؤال، حد شارك قبل كده في ايفنت او حاجه قبل ما يدخل كان متخيل فكره معينه او حاجه معينه وبعد الايفنت بقى شايف حاجه ثانيه خالص؟ طيب اوكي، قالتها قلت لها 50 50، حد فاكر ايه الجمله اللي هي قالتها؟ بالظبط، هو الليدر مش دايما بيبقى صح، بس هو بيبقى عنده جزء كبير من الفيجن صح. عارفين ليه؟ ايه؟ مش شرط سينيورتي، بس هو كده كده سينيورتي واكسبيرينس، نمبر اوف اكسبيرينس، بس في نفس الوقت اتفضل. برافو عليك، هو شايف ليفل او مانجيريال ليفل اعلى منك، هو بيحضر ميتنجز اعلى منك، بيتقال فيها انفورميشن اكتر، فعشان كده هو بيبقى شباب صغيرين بيعملوا ايفنت وعندهم بوشمنت وعايزين يزق الايفنت وتحصل مشاكل، القاعه تتلغي، السبيكر يتاخر، البرنتنجز اتاخرت، طب الطبعه اتحقق غلط، طب عدلها، طب الريجستريشن قفل بدري، طب السايت وقع. كل الكلام ده لما بتشوف الناس دي انت بتاخد موتيفيشن منهم، بتاخد باشن منهم ان انت تقدر تكمل، خصوصا ان انت بيبقى عندك في الشغل والكلام ده كله تدخل في حياه وحاجات بيزنس قوي، بتحتاج ان انت تعمل حاجه تغير بيها نفسك. طيب انا مش هطول عليك عشان اخلص، بس انا اخر حاجه حابب اقولها لكم. الفولنتير ورك هو سبيريت، هو روح، انت بتزكي بصحتك او بمجهودك او بوقتك، بتتعلم منه التايم مانجمنت، بتتعلم منه الكرايسيس مانجمنت، ان انت ممكن يحصل لك كوارث غريبه لما بتيجي بتحط في الابلكيشن بتاعك او في السي في بتاعك وركينج اندر ستريس، وبعد كده تستغرب ان الشركه ما بتكلمكش او الانترنشيب اللي انت مقدم عليها ما خدوكش. تعرف تبقى عارف ليه؟ لان انت ما بتبقى داخل في التيم ورك بيبقى معاك كوميونتي، يعني ناس كلها معروفه، ودي حصلت معايا لما كنت بعمل انترفيو في شركه، قال لي انت تعرف فلان الفلاني؟ قلت له اه. قال لي تعرفه مين؟ قلت له اي تي بي. بعد ما خلصت الانترفيو اكتشفت ان هو سال الشخص ده عليا وقال له اه ده متولي بيعمل 1 2 3 واتاكد. الشركات كلها دلوقتي بتستخدم في السي في بتاعها بروجرام بيفلتر السي في قبل ما يروح الاتش ار اصلا. اول ما انت بتابلاي كده على الويب سايت في بروجرام بيفلتر السي في. من ضمن الشركات اللي انا قلتها اللي انتوا عايزين تشتغلوا فيها، هو بيبقى طالب منك من داتري 40 ساعه فولنتيرنج ورك في السنه. والشركات المالتي ناشونال، الشباب اللي حابين يروحوا لشركات مالتي ناشونال، هي ما بتاخدش منك المعلومه كده خلاص تمام احنا واثقين فيكم مصدقين. لا، في شركات ثانيه ثيرد بارتي شغلتها كلها بتعمل حاجه اسمها باك جراوند تشيك. يعني ايه باك جراوند تشيك؟ يعني الباشمهندس فلان ابلاي على الشركه الفلانيه، اوكي، وكاتب في السي في ده. الشركه اللي انت ابلايت عليها ما عندهاش وقت ان هي تعرف التفاصيل دي. في كونتراكتور او سب كونتراكتور بره بيدوا له السي في، بيدوا له اللينك بتاع اللينكد بتاعك فيسبوك، هم بيعملوا راوند تشيك، يسال عليك بقى في الجامعه، يجيب البيانات بتاعتك، هل انت فعلا كنت في الجامعه دي واتخرجت ولا لا؟ يعني انا حصلت معايا شخصيا، انا لما ابلاي السيرتيفيكت بتاعتي بتاع التخرج عليها ختم النسر. ختم النسر مفيش حاجه ثانيه، صح؟
لقيته بيكلموني يبعت لنا رقم تليفون الجامعه وبين الجامعه عايزين نتاكد ان الجريد بتاعتك والسيرتيفيكت بتاعتك. لما قلت لهم انا كنت بشتغل مثلا في الشركه الفلانيه مع الكاستمر الفلاني قالوا لي ابعت لنا 3 ريكومنديشن، بعت لهم 3 ريكومنديشن، ما كلموش ولا واحد فيهم. كلموا شركات ثانيه من اللي في نفس المجال منهم ناس كومباتيتور. طب انت رايح تسال عليا كومباتيتور ليه؟ لا هو بيسال عليك، بيسال على سلوكك، على شغلك، على الباك جراوند بتاعتك، على الكونكشنز بتاعتك، هل انت هتضيف له ولا لا؟ لو انتوا خدتوا بالكم، انا مش هطول خلاص عشان عارف ان انا قربت اخلص على الوقت. لو انتوا خدتوا بالكم في بروجرامز كتيره قوي او كومبيتيشنز كتيره قوي بتشتغل على الانتربرينور شيب زي ذا شاركس والفرصه والكلام ده. حلو ان انت تبقى فاهم تكنيك وتبقى شاطر، بس مش هتعرف تطلع شركتك دي او فكرتك دي للنور غير لو انت عندك على الاقل البيزكس بتاعه البيزنس. يعني فاهم يعني ايه بيزنس، فاهم يعني ايه تبريزنت، فاهم يعني ايه تدي برزنتيشن، يعني ايه تاتراكت الماركت، يعني ايه تعمل ماركت سكاننج، يعني ايه تارجت الريسبونسز بتوعك اللي ينفعوا للبروجكت ده عشان ما تضيعش وقت. دي كونكشن بتاعتي، ده لينكد ان اعتقد مش هيبقى باين بس ممكن لو كتبتوا على لينكد ان عبد الرحمن متولي فتلاقوني. وده الكيو ار كود بتاع الاي تريبل اي بروفيشنالز في الويب سايت بتاعنا. ممكن تخش على الويب سايت هتلاقي ايفنتس، هتلاقوا حاجات كتيره. حد عنده اي سؤال في اي حاجه؟ عايز يسال في اي حاجه؟ طيب تمام. انا انبسطت جدا ان انا كنت معاكم. اتمنى ان انتوا تكونوا حد فيكم استفاد مني اي حاجه، ولو اي حد عنده اي سؤال او اي حاجه على الفيديوهات بتاعتنا.